السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي حبايبي في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. ايه رأيكم نعمل أكلة سمك حلوة جدا، بما ان اليومين دول موسم الصيد ما شاء الله والسمك كتير. وكمان حلوة قوي قوي. نستغل الفرصة دي ونعمل سمك بالطريقة الأصلية من غير إضافات كتير ومن غير أي حاجة تغير في طعم السمك. بصوا قد ايه السمك ما شاء الله، لحمه لونه أبيض ومستوي صح جدا، وطعمه يا جماعة مش عايزة اقول لكم بجد طعمه كان خطير. هنعمل نوعين من السمك وهنعمل كمان رز صيادية. تابعي معايا الفيديو للآخر عشان في تفاصيل مهمة جدا لازم تعرفيها عشان السمك يطلع معاكي حلو جدا بنفس الشكل كده. يلا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا. انا هنا هعمل نوعين من السمك. نوع معايا اسمه خنزيرة. ما تستغربوش اسمه يا جماعة. هو بس اسمه كده، بس طعمه حلو جدا جدا. السمك ده يا جماعة بيتجاب من عند الراجل بتاع السمك وبيسلخهولك وانتي واقفة. لازم يتسلخ وبتشال الجلد بتاعه. طبعا تقدري تجيبي منه سمك عادي بالحجم العادي، لكن في منه سمك كبير. دي كانت سمكة وزنها كان حوالي كيلو ونص، فكان لازم تتقطع بنفس الشكل كده. تمام. ده سمك اسمه حارد، عندنا في السويس بنسميه حارد، في محافظات تانية بيسموه مكرونة. طبعا يا ريت تقولوا لي بتتابعوني من اي محافظه وبتسموه عندكم ايه بالظبط. طبعا بيتجاب وبيتنضف، بتشال الامعاء بتاعته، وده كان فيه بطروخ فانا حاولت ان انا انضفه واحافظ على البطروخ بتاعه على قد ما اقدر. تمام كده. غسلته كويس جدا وحطيته في مصفى يتصفى من اي ميه تكون فيه، ومهم جدا احنا نصفي السمك يا جماعه من اي ميه فيه. عندي كام ليمونه كده، حوالي 4 ليمونات. عندي معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره. عندي حوالي 10 او 15 فص كده من الثوم. عندي ده لو صغير يعني هيبقى 15 فص، لو كبير هيبقى 10 فصوص. عندي قرنين من الفلفل الاخضر متوسطين، يعني مش كبار قوي ومش صغيرين قوي. تمام كده. هنحط بقى في الكبة التوم على الفلفل على التوابل بتاعتنا. طبعا دي التوابل الأساسية يا جماعة في السمك، أي توابل تانية بتغير في طعم السمك. تمام. عندك شوية بهارات من السمك، تقدري تحطي نص معلقة صغيرة أو أقل من بهارات السمك. ما عندكيش تقدري تكتفي بالتوابل بتاعتنا اللي احنا حطينا الملح والكمون والكزبرة فقط يا جماعة. هنا هنعصر الليمونة كده على التتبيلة بتاعتنا. وهنشغل بقى الكب عليهم وهنفرمهم فرم ناعم جدا. انا عايزه التتبيله دي تكون مفرومه فرمه ناعمه، مش عايزه الفرم بتاعها يكون خشن. تمام كده. ادي شكل التتبيله يا جماعه، بصوا. عايزه اقول لكم بجد ان ريحتها وطعمها كان حلو جدا وكانت مظبوطه جدا جدا. تمام كده. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ دلوقتي بقى انا عندي نفس التوابل اللي حطيناها على التتبيله، اللي هي كانت ملح وكمون وكزبره. بصوا يا جماعه، انا لما بحط التوم على السمك على طول بحس ان السمك بعد كده بيكون مش هيق حلو، يعني لازم جوزي يقول لي ان السمك عادم شويه. فلقيت ان الخطوه دي بتبقى حلوه جدا وبتظبط لي ملح السمك وبتخليه حايق كده ومظبوط وانت بتاكليه. تمام. فبحط الملح على الكمون على الكزبره وارش على السمك قبل اي حاجه، يعني قبل ما احط التتبيله برش على السمك الملح والكمون والكزبره. عايزه اقول لكم بجد بتظبط لي الطعم بتاعه حلو جدا. تمام كده. انا رشيت خلاص الملح والكمون والكزبره على السمك. هبتدي بقى ان انا احط التتبيله. وهعمل ايه؟ السمك يا جماعه اللي بيكون متقطع جزل ده بنمسحه كده بالثوم، يعني بنحاول احنا ندلكه كويس، وبنضغط كده بايدينا على اللحمه عشان الثوم يدخل جوه اللحم بتاعه. تمام كده. مهم جدا انك تضغطي كده بايدك عليه، طبعا من غير ما يعني ما نحفر السمك او نبوظ شكله. نضغط كده بايدينا وبعدين بنسويه، نتاكد بس ان الثوم كده دخل جواه شويه. تمام. وندلكه كده بايدينا من بره. طبعا هنعمل السمك كله بنفس الشكل كده، وما نكترش قوي يا جماعه في الثوم، لانه بيغير لنا طعم السمك. فما نحاولش نكتر قوي قوي في الثوم، يعني مش هتبقى حاجه كويسه ان احنا نحط كميه ثوم كبيره على السمك واحنا بناكل هنحس ان احنا بناكل ثوم. تمام. يعني مش هتحس بطعم السمك قوي على قد ما هتحس بطعم الثوم. تمام كده. انا هنا اهو السمك الجزل عملته كله بالثوم. هبتدي بقى اعمل السمك الحارد.
ده بقى هنا بفتح كده قلبه وبحط يعني شويه توم صغيرين جدا، يدوب بس ان انا اطعمه من جوه بالتتبيله، مش اكتر من كده. تمام. ونحاول طبعا نحافظ على البطروخ بتاعه. يعني اهو بنزلها واحط التوم شويه صغيرين جدا، يا دوبك امسحه كده بس كده بالتوم اطعمه، واحط البطروخ تاني واقفله. هنعمله كله بنفس الطريقه. طبعا احنا كده عشان نعمل جوه بالثوم ومن بره لسه ما خدش الطعم، فهنحط كده شويه من التتبيله ونبتدي ان احنا نقلبها فيها كويس، بحيث انه يبقى واخد طعم من بره ومن جوه برضو. تمام. اهو بنفس الشكل كده. ومهم جدا نعمل الخطوه دي عشان يبقى واخد الطعم كله يا جماعه من بره ومن جوه. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اعصر ليمون. والسمك يا جماعه لما بتعصري عليه ليمون وتديله يعني حقه كده وكفايته في الليمون، بيطلع معاكي بجد حلو جدا. يعني لو قللتي في الليمون هتحسي طعم السمك هيبقى حلو، بس لما تديله كده حقه، يعني تعصري على السمك حوالي ليمونتين كده ولا حاجه، طعمه يا جماعه بيبقى حلو جدا جدا. والله بيفرق جدا في الطعم. هنقلبه كده عشان اللي تحت يطلع فوق وياخد كده من طعم الليمون. وعايزه اقول لكم ان احنا لازم نسيب السمك في التتبيله حوالي مثلا بتاع نص ساعه، وفي النص ساعه دي بنقلبه حوالي مرتين، لان الليمون يا جماعه ماده سايله وبينزل كده من تحت في الطبق، فكل ما هنقلبه اللي فوق هينزل تحت فياخد برضو من طعم الليمون. هنعصر كده الليمون على السمك كله، وبرضو هنا هنقلب عشان اللي تحت يطلع فوق وياخد برضو من الليمون لما نيجي نعصره عليه. تمام كده. هنا بقى خلاص انا خلصت السمك بتاعي وتبلته كويس. لازم هنسيبه زي ما قلت لكم حوالي بتاع نص ساعة كده في التتبيلة. ودلوقتي على بال السمك ما يتبل، هنيجي بقى نعمل شوية رز صيادية بجد حلوين جدا جدا. لو رز مش بتظبط معاكي شوفي الطريقة دي، وان شاء الله بعد كده هيتظبط معاكي ومش هيفشل منك ابدا. هنا حلة على النار، هحط فيها شوية من الزيت وبصلايه مفرومه في الكبه. لو مش هتفرميها في الكبه تقدري تبشريها او تقطعيها على ايدك، بس المهم التقطيع بتاعها يكون ناعم. هحط شويه من الزيت، ولازم يا جماعه الزيت يسخن كويس. تمام. وتحطي زيت بكميه كويسه، عشان لو قللت الزيت الرز هيطلع مدقدق وهيطلع مش مظبوط. تمام. بصوا بقى هنا النار عاليه مش قوي. النار عالية شوية يا جماعة، وهنبتدي ان احنا نقلب البصل لغاية ما ياخد لون بني غامق. ونخلي بالنا لما يوصل للمرحلة دي ان احنا نفضل واقفين جنبه ونقلبه عشان اللون يتوزع على البصل كويس. يعني البصل كده ياخد كله لون واحد، وبين اللون اللي احنا عايزينه وبين البصل يتحرق حاجة بسيطة جدا. فنخلي بالنا ان احنا نديله لون حلو وما يتحرقش معانا. شايفين هنا نزلت بميه سخنه يا جماعه. لو الميه مش سخنه عادي هتقدري تنزلي، مادام مش هنشوح الرز في البصل، فتقدري تنزلي بميه بارده عادي وتخليها لغايه ما تغلي. هنا حطيت ملح، وحطيت كمان نص معلقه من الكمون، ونزلت بالرز بتاعي. والرز يا جماعه مغسول ومتصفي كويس جدا من اي ميه فيه. تمام كده. هنا حطيت 4 كوبايات من الرز وعليهم 4 كوبايات من الميه، وهغطي عليهم لغايه الرز ما يغلي كويس في الميه. وهقلبه. لازم الرز يبتدي يتشرب كويس يا جماعة، والنار عالية عليه، يعني ما نغطيهوش ونوطي عليه ونسيبه قبل ما يتشرب من المية. تمام كده. بصوا اهو الرز ابتدى يتشرب من المية كويس. في المرحلة دي انا هوطي النار، ههديها خالص، وهغطي على الرز وهسيبه لغاية ما يتشرب من المية. بيقعد حوالي 20 دقيقة. بعد ال20 دقيقة بترفعي الغطا عليه وتقلبيه وتسيبيه، وتطفي النار عليه وتسيبيه لغاية ما يتبخر معاه كويس. تمام. هنا بقى على بال الرز ما يستوي هنعمل ايه؟ هنعمل السمك في الدقيق عشان نقليه. عندي دقيق حطيت عليهم شوية من الملح وشوية من الكمون. انا هنا بحيق الدقيق تمام عشان يبقى طعم السمك مظبوط معايا في الاخر. هقلب الدقيق كده في الكمون وفي ملح كويس، وهنزل السمك فيه، وهبتدي ان انا اقلبه عشان الدقيق كده ياخد من الدقيق من كل الجوانب.
تمام. مهم جدا ان انا احط السمك في الدقيق واتاكد ان هو اخد من كل الجوانب يا جماعه. ده بيدينا الكفر بتاع السمك اللي بيكون مقرمش كده، وما بيطرش معايا بسهوله. انك لو حطيتي السمك في الدقيق وسبتيه شويه قبل ما تحطيه على النار، تمام، هتلاقيه عجن معايا وهيبقى معاكي بعد القلي هيبقى طري شويه. فلازم تحطي السمك في الدقيق قبل ما تحطيه في الزيت على طول. هنا طاسة فيها زيت، يعني ما يبقاش الزيت قليل وبرده مش غزير قوي، لان طبعا الزيت بقى غالي جدا يا جماعة، فنحاول نحافظ كده عليه على قد ما نقدر. فنحط شوية زيت زي ما قلت لكم، ما يبقاش قليل قوي وما يبقاش غزير قوي، تمام. والزيت لازم يسخن قبل ما ننزل السمك. النار هنا عالية، يعني مش عالية قوي ومش متوسطة قوي، يعني اعلى من الوسط بشوية، تمام. لو حطينا السمك على نار هادية هينشف معايا، ولو حطيناه على نار عالية هياخد لون بسرعة ومش هيستوي من جوه كويس، فهيطلع معايا ني وواخد لون من بره. فنحاول نخلي النار مظبوطة يا جماعة. النار بتكون زي ما قلت لكم اعلى من الوسط بشوية. اول بقى ما ياخد لون حلو كده ذهبي حلو من تحت، هنقلبه على الوش على الجنب التاني. وانا هنا على بال ما ياخد لون على الجنب التاني بوريكم ان الرز استوى بعد تلت ساعة. كشفت عليه، تمام، وقلبته ورحت غطيت عليه تاني. بصوا لونه يا جماعة، ومفلفل وحلو جدا جدا. اتبعي بس الخطوات اللي انا قلتها وان شاء الله الرز هيطلع معاكي مظبوط. هنا اهو السمك ابتدى ياخد لون، قلبته بقى على الجنب التاني. ونخلي بالنا يا جماعة، نخلي بالنا، لان كتير السمك يا اما بيطلع ني معاهم يا اما بيطلع واخد لون غامق شوية ومن جوه بيبقى ني. فنخلي بالنا، والله سهل، الموضوع سهل جدا وبسيط، بس محتاج تتبع الخطوات. نخلي النار اعلى من الوسط، واول ما ياخد لون نقلبه على طول ونخلي بالنا منه، يعني ما نسيبوش ونمشي نعمل حاجة نرجع نلاقيه اتحرق. لا، نحاول نقف جنبه كده عشان التسوية بتاعته تطلع مظبوطة. هنا بقى بما ان الطاسة التانية قربت تطلع، فهنعمل ايه؟ هنعمل بقى الطاسة اللي هتدخل بعد كده، هنعملها في الدقيق عشان اطلع السمك على طول واعمل السمك اللي في الطاسة يطلع، وابتدي ان انا احط الطاسة التانية على طول. فعايزاه يكون جاهز معايا. تمام كده، هعمله كله بنفس الطريقة كده يا جماعة، ونروح بقى نطلع الطاسة اللي في الزيت. بصوا اهو ما شاء الله خد لون حلو جدا من على الجنبين، فهنبتدي ان احنا نطلع على طول اهو. نبتدي بقى ان احنا نطلعه على طول ونحاول نصفيه من الزيت على قد ما نقدر. تمام كده. انا بقى هطلعه كله وهحط الطاسه التانية. شايفين انا حطيت اهو الطاسه التانية. اول برضو ما ياخد لون ذهبي من تحت هقلبه على الجنب التاني، واول ما ياخد لون ذهبي هطلعه، وهيبقى معايا يا جماعه بالشكل الفظيع ده. والله كان مظبوط جدا جدا من الطعم، سواء من الطعم او من التسويه، بجد كان حاجه كده ما شاء الله. جربوا الطريقه دي وجربوا الطريقه دي كمان في الرز، وان شاء الله ان شاء الله هياكلوا من ايديكي احلى اكلة سمك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تحطوا اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.